ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض النهاردة exercise 12 في كتاب المعاصر. دي ارقام تليفوناتي اللي يحب يتواصل معايا. طيب الاكسرسايز بتاعنا النهاردة المرة دي سهل ويعتبر احنا واخدينه قبل كده. احنا اوريدي عارفين انه الشكل ده متقسم كام جزء. الشكل ده المفروض انه متقسم 10 اجزاء. جيت تعدهم كده 1 2 3 هتلاقيهم متقسمين 10 اجزاء. الفرق ان لكن دول هنا هتلاقيهم كام حتة متقسمة، هتلاقيهم 100 حتة. بس في نفس الوقت احنا اوريدي اصلا كنا واخدين مسائل. لو انت تفتكر ثواني هوريها لك. بس هو المنظر ده بالظبط. فاكر لما كان بيقول لك ان الشكل ده عبارة عن هول، والشكل ده بيمثل لي 1 تنس. فاكر لما شرحناه في الفيديو؟ والحتة الصغيرة دي بتمثل لي 100. فبالنسبة لنا هو ده بقى الدرس بتاعنا. وهشرح لك هو يعني ده الحتة دي ايه علاقتها بالدرس بتاع النهاردة. بس يعني الدرس بتاعنا مبدئيا هو بيشتغل على الحتة دي، ان الحتة دي بالنسبة لي 1 هول، الحتة دي بالنسبة لي 1 تنس، والحتة دي بالنسبة لي ايه 100. وهقول لك تعالى كده نتخيل مع بعض ان انا جيت لونت الصف ده. مش ان انا لونت الصف ده تحس ان انا اكني لونت الحتة دي؟ اه يا مستر، كمية الالوان اللي انا لونتها هنا في اول صف هي بالظبط زي الكمية اللي هنا، ما اختلفتش. طب لو لونت تاني صف، لو انت تاني صف، تحس ان هم شبه بعض. الفرق بس ان دول متخططين، يعني الفرق بس ان دول متقطعين شويه. يعني انت عارف الشكل ده هيبقى هو الشكل ده. عارف لو انا جيت عملت ايه؟ قطعت دي كمان 10 حتت. ادي صف اهو، ادي صف اهو، ادي قطعت، ادي قطعت. مش فعلا هتلاقيه قلب للمنظر ده؟ اه يا مستر فعلا هنلاقيه قلب للمنظر ده. فعشان كده بنقول ان الواحده من هنا هي اكنها بتساوي حته من هنا. ليه؟ ما هي نفس اللون، ما انا ما غيرتش حاجه. فافضل الون كده، هلون كده، هلون كده، هلون كده. بس كده خلاص لونت لغايه اخر صف. بالنسبه لي كده خلاص كل ده كده يتلون. بس كده اخر صفين هنا مش متلونين. فبالنسبه لي ايه؟ مش هلون اخر صفين دول. بس كده. فتعالى كده نقرا بقى السؤال بقى وبالراحه بقى نحل الايه، نحل الواجب كله. هنا كان بيقول لك كرييت ان ايكويفالنت موديل، يعني اعمل لي ايكويفالنت مشابه. خلاص ما اوريدي عملت الايكويفالنت مشابه. الصف من هنا اكنه صف من هنا. واقنعتك ان انا ممكن المنظر ده احوله للمنظر ده عن طريق لو انا جيت قسمته صح. بس ده كل الفرق، ده كل ايه، ده كل الفرق عن طريق ان انا ايه جيت قسمته. فانا كده بالنسبه لي ايه؟ قدرت ان انا احول المنظر ده، الشكل ده قدرت ان انا احوله ايه، اخليه هنا برضه. انت كده عملنا ايكويفالنت موديل خلاص لوناه. قال لك ريكورد ايتس فراكشن، عايزين الفراكشن بتاع الحته اللي انا لونتها. طيب فاكر يا مستر كنا بنعمل الفراكشن ازاي؟ اكتب عدد الاجزاء كلها اللي هم 100، وفي نفس الوقت كام حته لونتها. ما هو يا مستر الصف الواحد فيه 10 حتت. طب هما كام صف؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده في عندي 80. 80 يبقى انا كده عشان الصف الواحد اصلا ب 10 وهم 8 يبقوا 80 اهم، يبقوا كده 80 اوفر 100. وفعلا يا مستر دول ايكويفالنت لبعض. ازاي؟ فاكر درس الايكويفالنت فراكشنز اللي خدناه؟ اعمل كده ديفايدد 10، واعمل طبعا تحت ديفايدد 10. 8 ديفايدد 10 ب 8، عشان 8 باي 10 ب 80. طيب 100 ديفايدد 10 بكام يا مستر؟ ب 10. طلعوا قد بعض ولا لا؟ اه يا مستر فعلا 8 هي 8 و 10 هي 10. فهمت بقى هما ليه اصلا الشكلين قد بعض؟ طيب عايزين الديسيمال بتاعه. كل الحكايه هنزود له 8، ادي هنزود له 0 0.80. بس كده. ليه يا مستر؟ برضه نفس النظام. امسك الرقم ده، ادي اهو كتبنا زي ما هو. فاكر لما كنا بنتخيل ان البوينت هنا وبنحركها؟ ادي مره، ادي التانية. بس طب ليه يا مستر حركت البوينت مرتين؟ عشان تحت في عندها صفرين. طب ايه ده يا مستر؟ طب ده هنا مفيش رقم، يعني اكتبها بوينت 08. هو احنا ينفع نسيب البوينت كده لوحدها؟ لا يا مستر، طالما مفيش رقم بنحطه كام؟ 0. بس كده. خلاص بقى الباقي ده ايه هبل، اعمله انت ايه لوحدك نفس الحاجه. طيب بيقول لك هنا كده write equivalent or not equivalent. فاكر نوعية الأسئلة دي لما كان بيقول لك اكتب هل هو equivalent ولا مش equivalent؟ طيب هل ده equivalent لده؟ اه يا مستر، ما انا لو شطبت الزيرو ده، ما انا قلت طالما ان انا بعد البوينت من حقي ان انا اشطب اخر زيرو. لو انا قبل البوينت من حقي ان انا اشطب ايه، اخر صفار. خلي بالك طبعا، ما هو محدش يجي يقول لي يا مستر طب ما ده بوينت، طب ما ده زيرو اهو اشطبه. لا يا حبيبي قلبي، ما هو انا لازم اسيب واحد، لان انا مش هينفع قلنا اكتب البوينت اعمل المنظر ده.
يعني ايه بوينت يعني ايه بوينت 70 او يعني ايه حتى بوينت 7؟ ما ينفعش، لازم في رقم، لازم نحط رقم. الغلط بقى او مش الغلط، يعني الحاجه اللي مش صح قوي، ان انا لو جيت عملت كده، ده اللي ممكن اشربه عادي، لكن هل اشرب ده كمان؟ لا يا مستر، ما كده مش هيتبقى لي حاجه، فاهم؟ بس فهل ده ايكويفالنت لده؟ يا مستر ايكويفالنت. انا بس يعني ايه، بدل ما اكتب الكلمه، انت طبعا هتكتبها عادي، انت هتكتب الكلمه عادي، بس انا بدل ما اكتبها احط علامه صح. طيب هل ده يا مستر ايكويفالنت لده؟ طبعا لا. ليه؟ الزيرو دي لازم تبقى من بره، الزيرو دي لازم تبقى ايه؟ من بره. واضح قوي ان الرقم ده اكيد مش هو الرقم ده. بس ده هبل بقى، ايه، كمل انت الباقي. انت يكونوا زي بعض لو هو نفس الرقم، وزود لك زيرو من الناحيه التانيه بس. طب بسرعه كده، طبعا اكيد ده لا، اكيد ده لا، مش هينفع اعكس مش هينفع ان انا اعكس الرقمين. برضه حتى انت لو متلخبط، هو ليه لا؟ ما هو مش لا وخلاص يعني. هو طبعا اولا اصلا واضح ان الرقمين مش زي بعض، ده اولا يعني. لكن مثلا حاجه زي كده تمام، ان انا قلت لك طالما ان انا بعد البوينت بحب ان انا اشرب الصفر. طب ليه يا مستر دول مش زي بعض؟ تعالى كده، هات فراكشن ده، وهات الفراكشن بتاع ده عشان اقنعك. الفراكشن بتاع ده كام يا مستر؟ ادي 28 بنكتبه زي ما هو، وحركت البوينت مرتين يبقى تحت 100. والناحيه التانيه برضه نفس، حركت البوينت مرتين يبقى 82 اوفر 100. ينفع اقول لك ان ال 28 هي ال 82؟ اكيد طبعا غلط يا مستر، مش زي بعض. لكن طبعا دول ايه؟ دول عادي زي بعض. طيب question 3 بيقول لك write an equivalent decimal for each. عايزين الديسيمال الايكويفالنت. طيب اظن دي سهله، كل الحكايه ايه؟ بنزود 8. لو هو بنزود 0 قصدي، لو هو مزود 0، لو هو مزود 0 انا هشيله، لو هو حاطط لو هو مش حاطط 0 انا هزوده. يعني هنا مثلا ايه؟ هزوده، ادي اهي، اديني زودته. هنا هو مش مزوده، انا هزوده، ادي 0.70. سوري، هنا في 0 اهو، اديني زودت 0، زودت 0. طبعا المنظر ده هو المنظر ده، ليه؟ ما انا قلت لك من حين ان انا اشرب الزيرو، فهي. طب هنا هو مزود زيرو، انا هشطبه هخليه 0.9 بس. ده كده ايكويفالنت ايه؟ فراكشنز. الباقي بقى انت ايه؟ اعملهم لوحدك سهلين. لو في زيرو هتشيله، لو ما فيش زيرو هتحطه بس. يلا يا مستر بقى اهو question 4، اسئله عبيطه اهي. write equivalent or not equivalent، برضه نفس النظام. طيب تعالى هنا نبص بقى على السؤال الايه السهل ده. قلنا هنعمل ايه؟ برضه عايزين نعرف هل الفراكشن ده زي الفراكشن ده ولا لا. هتعمل ايه؟ تعالى ناحية الرقم اللي فيه صفار اقل، هل ده فيه صفار اقل ولا ده اللي فيه صفار اقل؟ لا يا مستر، ده هنا واضح ان فيه 3 اصفار اصلا، او تحت فيه صفرين وهنا فيه صفر، فده اللي فيه اقل. اعمل بقى اضرب 10 فوق واضرب 10 تحت، كنا بنجيب هو زي الدرس بتاع الايكويفالنت فراكشنز بالظبط اللي احنا خدناه قبل كده. اضرب 10 فوق هتبقى 30. طب نفس النظام، اضرب 10 من تحت تبقى 100. هو نفس الحاجة ولا لا؟ يا مستر هو نفس الحاجة. طب تعال نبص مثلا على السؤال ده، مين اللي تحت فيه صفار اكتر؟ هل ده ولا ده؟ لا يا مستر، ده اللي فيه صفار اكتر. طب تعال نروح، تعال بقى نمسك ده، اضرب برضو فوق 10 واضرب من تحت في 10. ده هيديك كام؟ ده هيديك 500. طبعا 50 مع 10 500، 10 باي 10 ب 100. فعلا ادي 100، خلينا نتمم 100. بس دي 5 ودي 500، هل زي بعض؟ لا يا مستر. فانت ده اللي انت هتعمله، هتيجي تمسك كل رقم. تعال نحل دي تعال نحل دي بالمره. شوف هنا 100 وهنا 10، مين فيهم اكتر في الاصفار دي يا مستر؟ خلاص تعال نروح عند الاقل، اضرب في 10 واضرب في 10، بس دي بقت 80 وتحت بقت 100. فعلا يا مستر 100 و100، وفعلا 80 و80 كده خلاص مظبوط. يبقى فعلا ايه؟ equivalent. يبقى دي equivalent ودي equivalent ودي not equivalent. بس نفس الحاجه بقى ايه؟ اعمل الباقي انت لوحدك. طيب يلا، عايزك بقى المره دي انت اللي تكتب الايكوفالنت بنفسك، زي ما كنا بنعمل هنا. فين؟ هنا بالظبط. في عندك زيرو زياده، كان في عندنا زيرو زياده كنا بنشيله. طب في عندنا زيرو ناقص كنا بنحطه، بس لا اكتر ولا اقل. تعالى بقى نكتب الايكوفالنت فراكشن هنا كده. طبعا قلنا بنعمل ايه يا مستر في الحصه؟ قلنا بنبص على الرقم اللي من تحت، هشوف هل هما 2 زيرو. لا يا مستر، ده زيرو واحد. خلاص يبقى انا هزود له زيرو من عندي. يبقى هضرب في 10 من تحت ولازم طالما بضرب في 10 من تحت لازم اضرب في 10 من فوق، ما هو ده درس الايكوفالنت فراكشنز. ادي 100 وفوق كام؟ 70. طيب تحت، لا مستر دي 100 كامله، خلاص هشطب زيرو مع زيرو زي ما عملنا في الحصه بالظبط. او اكني بعمل ايه؟ اكني بعمل ديفايد 10 فوق وديفايد 10 من تحت، بس كده. وطبعا برضو كانت مهاره اديتها لك في الفيديو اللي فات، قلت لك برضو من حقي، دي بس في حاله الاصفار. انا قلت لك الحته دي بس في حاله الاصفار. في عندي صفر من فوق مع صفر من تحت، من حقي ان انا اشطبهم مع بعض عادي عشان اجيب equivalent fraction، بس كده. طبعا يعني من الاخر ايه؟ هعمل 80 divided 10 ب 8 و100 divided 10 بكام؟ ب 10.
يعني كام اعمله باي 10 يديني 100، طبعا 10 باي 10. كام اعمله باي 10 يديني 80، طبعا يا مستر 8. بس فيا اما المهاره اللي انا علمتها لك، بس دي في حاله لو في صفر بس، دي في حاله الاصفار، من حين ان انا اشطب صفر من فوق مع صفر من تحت. طب يا مستر الكلام ده ينطبق على اي رقم تاني؟ لا، يعني محدش مثلا يجي يقول لي 82 وتحت فيه مثلا 83 فتقول لي هشطب ال 8 مع ال 8 يبقى لي 2 اوفر 3. لا، غلط. غلط. الكلام ده لو فيه صفر بس، يعني مثلا 80 وهنا مثلا تحت كام 50، هنا ساعتها من حين ان انا اشطب الصفر مع الصفر يبقى لي كام 8 اوفر 5. الكلام ده لو صفار بس. بس. طيب نفس النظام هنا في، بس هنا طبعا هزود صفر فبقت 100، ونفس النظام فوق هزود صفر فبقت كام 90، وهكذا. ايه هتكمل انت الباقي لوحدك. طيب برضه نفس النظام ريكورد، يعني يعني قول، بيقول لك يعني قول او اكتب، يعني ريكورد ده كانها رايت او كده يعني. an equivalent fraction، اكتب لي equivalent fraction و equivalent decimal لكل for each problem لكل مسألة. هي برضه نفس الحاجة. كان equivalent fraction ايه؟ قلنا بنبص من تحت. هنا كان 0 1 بنزود صفر من تحت ونزود صفر من فوق. بس كده. لكننا يعني بنضرب في 10 من تحت اللي هو زي درس equivalent fraction زي ما قلنا من شوية في الفيديو، لكن بنضرب في 10 من فوق. طيب الديسيمال بتاع المنظر ده كام؟ الديسيمال بتاع المنظر ده يا مستر حوله كده هتلاقيه 0 بوينت. ثواني عشان بس ايه نكون شغالين بالطريقة احنا شغالين بيها. قلنا يا مستر بنعمل بنكتب الرقم وبتخيل ان البوينت بتاعتي هنا، ادي حركتها مرة ادي حركتها التانية، طب ليه مرتين؟ عشان طلعت في صفرين. في الاخر البوينت هنا هسيبها كده. لا يا مستر بحط 0.010، سوري 0 بوينت، سوري 0.10. تمام. بس وهكذا بقى. هنا مثلا لا، هنا في صفرين هشيل انا منهم صفر، ادي في الاخر 10 وفوق برضه هشيل صفر بقت 7. ده مستر الديسيمال بتاعه بكام؟ ب 0.7. ازاي؟ عن طريق اهو 7. بتخيل ان البوينت هنا بحرك نط. طب ليه نط؟ عشان تحت في 0 بس مش 2 0. اكتب البوينت اسيبها كده. لا يا مستر 0.7 بس. كمل انت بقى لوحدك زي ما هو. طيب مثلا في ده مثلا ده مثلا عبارة عن كام؟ ده مثلا يا مستر عبارة عن ال 4 اوفر 10. ما انا دلوقتي عايز فراكشن فلازم نحول ده بقى، لازم نحول ده لفراكشن. فده عبارة عن ايه 4 اوفر 10. طبعا ارجع بقى للدروس اللي فاتت وايه افتكر كنا بنعمل دي ازاي. ادي كده 4 اوفر 10. طيب تحت في 10 بس فهزود انا 4. هزود 0 من فوق 0 من تحت. بس ده الديسيمال بتاعه كام يا مستر؟ 0.40. بس اعمل بقى انت دي كل الحكاية، بس عايزين نحول لفراكشن بس اعمل دي. طيب دي يا مستر كام؟ برضه نفس النظام هنبص على الرقم اللي من تحت ولا نتلخبط. هنبص على الرقم اللي من تحت. اه يا مستر هنزود 0 اهو. تحت فوق برضه هنزود 0 نفس النظام. طيب ده الديسيمال بتاعه بكام؟ تعالى اهو بسرعة. دي بتخيل ان البوينت بتاعتي هنا. تخيل ان البوينت فين هنا. حركت مرة حركت التانية حرك تاني. لا يا مستر هما مرتين بس. يبقى كأن البوينت هنا يبقى كأنها 1.00. طب احنا اصلا ليها لازم ان احنا نكتب اصفار بعد البوينت؟ لا يا مستر بشطبهم. ففي الاخر ايه اكنها 1 بس. طيب يا مستر عايزين نحول ده لفراكشن. فاكر الميكسد نمبر كنا بنحوله لفراكشن ازاي؟ التن زي ما هي من تحت 10 باي 1 ب 10 بلس 4 ب 14. بس كده اهو. يبقى كده كام 10 باي 1 ب 10، 10 بلس 4 ب 14. عايزين نحول ده عايزين نجيب له equivalent فراكشن. هنبص من تحت لقينا في صفر واحد هنزود له احنا كمان صفر من عندنا اهو. بس كده زودنا الصفر فوق وصفر من تحت. ازاي نجيب له الديسيمال؟ قلنا يا مستر بنكتب الرقم كله. بتخيل ان البوينت هنا حركت مرة، سوري حركت مرة حركت التانية حرك تاني. لا يا مستر هما صفرين بس فانا يعني نقطتين بس. يبقى كام 1.40 بس. طيب وهي برضو لو ما كناش عايزين نحوله لفراكشن كده يعني كامبروبر فراكشن، لا عايزين نحوله، عايزين نحول ده للايكويفالنت برضو بتاعه. يعني عايزين نسيبه زي ما هو ميكسد. عايزين نسيبه زي ما هو ميكسد. ما هو برضه ما هو الميكسد اصلا عبارة عن فراكشن. هو مش ده فراكشن بس. فهي يعني. فلو برضه عشان ما لقيتش، عشان لو مثلا جالك اختيارات وما لقيتش المنظر ده فنقدر ايه برضه نحول المنظر ده يعني حاجه شبه المنظر ده. ازاي يا مستر؟ الهول ما بينجيش جنبه. احنا كل تغييرنا بس كل شغلنا بنشتغل على فراكشن. فالهول ملوش لازمه اهو. هنا تحت ببص من تحت لقيت صفر واحد اخليه صفرين، وتحت فوق ازود له صفر كمان. بس هل يا مستر المنظر ده هو المنظر ده؟ اه صدقني جرب كده اهو يا مستر. هنحول نخليه 100 زي ما هي ثابته. هنحول ده للفراكشن. 100 باي 1 ب 100 بلس 40 يعني 140. فعلا يا مستر الاتنين شبه بعض بالظبط. هما زي بعض. بس فعلى حسب بقى اللي هتلاقيه في الاختيارات
هل هتلاقي المنظر ده او هتلاقي المنظر ده؟ ده لو جالك اختيارات. يعني ما جالكش اختيارات خلاص خليك ايه في المنظر ده، او لو انت مرتاح للمنظر ده ايه براحتك يعني. تمام. طيب عايزين الايكوفالنت فراكشن. طب عايزين الايكوفالنت فراكشن يعني محتاجين نحول ده لفراكشن. طب بنحول الفراكشن ازاي؟ قلنا بنكتب الرقم كله من فوق، الرقم كله ماليش دعوه، الرقم كله. بعد كده اعمل ايه يا مستر؟ هفضل احرك البوينت. حركتها يا مستر كام مره؟ مره واحده بس، مره واحده اهي خلاص. طالما حركتها مره يبقى اكتب ايه تاني؟ بس يبقى احنا قلنا بنكتب الرقم زي ما هو، وبحرك البوينت في الاتجاه ده لغايه لما اوصل للنهايه. طب انا كده نططتها كام مره يا مستر؟ نططتها مره واحده بس، فاكتب تاني. يلا هبص من تحت هلاقي في صفر واحد، هزود انا صفر من عندي، وبرضه فوق ايه هزود صفر من عندي. ده يا مستر كديسيمال ازاي اهو يا مستر؟ بنكتب الرقم كله، بتخيل ان البوينت هنا نططت نطه، نططت التانية، النطة التانية لا يا مستر هما نطتين بس عشان خاطر هنا صفرين، يبقى 2.10. طب يا مستر عايزين نكتب ده في شكل ميكسد، نعمل ايه؟ لو حابين تكتبوه في شكل ميكسد، طب عايزين نحول ده بقى الميكسد. كنا بنحوله ازاي؟ الهول زي ما هو. طيب ال1 دي بقى اللي هي اكنها بعد البوينت برقم، دي كنا بنعملها ازاي؟ بتكتب الرقم اللي بعد البوينت تكتبه اهو. هنا في كام رقم بعد البوينت؟ رقم واحد، فخلاص يبقى تاني. لو في بعد البوينت رقمين كنت اكتب الرقمين وهكتب تحت ايه 100، بس هنا هو ايه؟ هو رقم واحد بس. ونفس النظام هزود هنا صفر وازود هنا صفر عشان اجيب لي الايكويفالنت. هل يا مستر المنظر ده هو المنظر ده؟ ايوه يا حبيب قلبي. ازاي؟ يبقى تاني راجع الهولز اللي قبل البوينت بنكتبه زي ما هو، والوان الوان عشان هنا كل الحكاية رقم واحد بس بعد البوينت هكتبه، وهكتب صفر. طب لو كان رقمين بعد البوينت كنت اكتب 100 واكتب الرقمين اللي من فوق. تمام. يبقى انا علشان بعد البوينت بشوف لو عندي رقم بحط 10، لو عندي رقمين بحط ايه 100 وبكتب الرقمين او بكتب الرقم من فوق. يبقى لو رقم واحد 10، لو رقمين 100. تمام. طبعا عايزين نجيب الايكويفالنت فراكشن، قلنا بنحط الزيرو من تحت والزيرو من فوق بس كده. هل يا مستر ده هو ده؟ ايوه يا مستر. ازاي؟ ادي 100 هنا، 100 باي 2 ب 200، 200 بلس 10 ب 210. فعلا يا مستر المنظر ده هو المنظر ده بس كده. طيب تعالى كده السؤال ده عايزين نحوله للفراكشن. الهول يا مستر هنسيبها زي ما هي، هنا في 100 فخلاص هخليها كام؟ هشيل منها صفر واشيل من فوق صفر بس كده. ده الديسيمال بتاعه ازاي؟ عارفين يا مستر 3 الهول بنكتبه زي ما هو، وادي هنا البوينت بننزلها زي ما هي. 3 اوفر 10 دي معناها كام؟ دي معناها يا مستر 0.3. هل اكتب 3.0.3؟ لا يا مستر، ما احنا خلاص بقى فهمنا اللعبه، اكن الزيرو ده اكن ال 3 دي خدت مكان الزيرو يعني، هنا تبقى ايه 3.3. يلا هنا بيقول لك fill the missing denominator، يعني املي الدينومينيتور او النوميريتور. تمام. circle the fraction that is more than one whole، وحط دايرة على الفراكشن اللي هو ايه اكبر من 1. يعني الفراكشنز اللي هي اكبر من 1 حط عليها دايرة. تمام. واكتب لي طبعا الحاجات اللي هي اللي مكان المربعات دي اهي. fill the missing يعني المفقود اللي مش لاقيه. عايزين في الاول كده نشوف هل 5 over 10 ده اكبر من 1؟ لا يا مستر، ما هو عشان يبقى في عندي فراكشن more than 1 لازم الرقم اللي من فوق هو اللي اكبر من الرقم اللي تحت. يبقى لازم الرقم اللي من فوق اكبر من الرقم اللي تحت عشان اقول لك ان هو more than 1. طيب كنا بنعمل ازاي؟ قلنا يا مستر ايه؟ بنبص على الناحيه الكامله. فاكر انا هحله معاك بالطريقه اللي حليناها القديمه بالظبط، مش هغير الطريقه خالص. هنبص على الناحيه الكامله. فين يا مستر؟ اللي الناحيه اللي فوق 5. مين الاصغر، ال 5 ولا ال 50؟ لا يا مستر ال 5. اضربها بكام عشان تديك 50؟ 5 اضربها في 10 عشان تديني 50 يا مستر. خلاص يبقى انا طالما ضربت فوق في 10 هضرب تحت في كام؟ في 10. 10 باي 10 ب 100 بس. هل يا مستر احط دايره؟ لا يا مستر، هو عايز الفراكشن قلنا الاكبر من 1. طب امتى اكبر من 1؟ لو اللي فوق اكبر من اللي تحت. طيب تعالى ناخد زي ده. هنا الحته اللي تحت هي اللي كامله. طيب مين الاكبر؟ مين الاصغر، ال 10 ولا ال 100؟ لا يا مستر ال 10. ال 10 اضربها في كام تديني 100؟ طبعا يا مستر هضرب ال 10 في 10 عشان تديني 100. يبقى فوق عايز اعرف بقى كام لو ضربته في 10 يديني 20. فاكر بقى الدرس ده؟ كام اضربه في 10 يديني 20؟ طبعا يا مستر 2. هل برضه احط عليها دايره؟ لا يا مستر، لسه اللي فوق اصغر، انا عايز اللي فوق اكبر. بس حل انت دي لوحدك. تعال نحل دي. في حته كامله اهي يا مستر. فين الرقم الصغير؟ اهو يا مستر. 10 ضربتها في 10 عشان تديتني كام؟ 100. يبقى انا محتاج دي كمان برضه ايه هضربها في 10. كام لو ضربته في 10 يديني 200؟ طبعا يا مستر ايه 20.
20 ضربتها في 10 تديني 200. طب اعرف منين؟ ما انا اوريدي خلاص صفر اهو نزل. كده متبقي لي كام؟ يبقى كده الصفر ده كده خلاص نزلته، كده متبقي لي كام؟ متبقي لي ال 20 دي، فدي اللي هحطها زي ما هي بس. دي لو بطريقه سهله يعني. ماشي. طيب هل كده احط دايره؟ اه يا مستر، ليه ال 20 فعلا اكبر من 100، فنحط دايره. تمام. تعالى احل معاك ده اخر سؤال وخلاص. نبص على الناحيه اللي من فوق. طيب هنا كده ال 7 وال 70 مين الصغير؟ لا يا مستر، ال 7 هي الصغير. 7 اضربها في كام تديني؟ تديني 70. اضربها في 10، يبقى 7 ضربتها في 10 ادتني 70. يبقى نفس النظام، محتاج اضرب 10 في 10 هتديني كام؟ 100. هل احط دايره؟ لا يا مستر، ال 7 اصغر من ال 10 وال 70 اصغر من 100، يبقى ايه؟ مش هحط دايره. طيب كل ده بقى تحله لوحدك، هحل بس معاك دي. او سوري، لا خلاص حل دي لوحدك، هحل كمان معاك. ماشي، هات احل معاك جي. احل معاك جي وكي. ماشي، اخر مسألتين هنبص على الناحيه الكامله اهي يا مستر. مين الاصغر؟ دي هضربها في 10 تديني 100، يبقى دي كمان محتاجه ان انا اضربها في 10. كام ضربته في 10 يديني 900؟ طبعا يا مستر 90. ليه 90 اهو؟ 90 و10 ادتني كام؟ الصفرين دول عشان عندي صفر خلاص شطبته، متبقي لي 90 بس. احط دايره؟ اه يا مستر احط دايره. ليه؟ عشان ال 900 اكبر من ال 100، وفعلا ال 90 اكبر من ال 10. طيب اخر سؤال، هبص على الناحيه الكامله اهي يا مستر. فين الاصغر؟ ال8. ال8 ضربتها في 10 ادتني 80، يبقى محتاج تحت اضربه في 10 اديني 100. مين يا مستر؟ اللي هو ال 10. هل احط دايره؟ لا يا مستر، ال8 اصغر من ال 10 وال80 اصغر من 100، فمش هحط دايره. هو عايز سيركل بس على اللي مور ذان 1 بس. الباقي ده كده ايه؟ كمله لوحدك. طيب هنا عايز equivalent fraction. يعني مجرد بس هتجيب طبعا هتعملها زي ما عملنا من شويه. برضه نفس النظام، دي عايز equivalent. ده عايز equivalent برضه بطريقة الديسيمال اللي عملناها من شوية. اللي عملناه ايه؟ حولنا الديسيمال لفراكشن، بعد كده جبنا له الايه equivalent. برضه نفس النظام، دي حلها لوحدك. برضه نفس النظام المرة دي. هتجيب لك يعني مثلا دي مثلا نعملها ازاي؟ اهي يا مستر تحت تن بس، فخلاص هتبقى 100. هزود صفر وازود صفر. طب دي كام؟ دي 0.20 اهي يا مستر مثلا يعني. تمام، فهي نفس الأسئلة، مش ما اتغيرتش حاجة. برضه نفس النظام المنظر ده. عايزين نحوله، عايزين نجيب له equivalent ازاي؟ هيبقى مستر 30 ستيل زي ما هي. ال 10 هنخليها 100، وهنا طبعا بقت 70. طب دي بقت كام؟ 3 بوينت. المنظر ده الديسيمال بتاعه كام يا مستر؟ 70. فين يا مستر؟ اهي 3.70. طبعا انت ممكن تلاقيها 3.70، ممكن تلاقيها 3.7 عادي يعني. قلنا اي صفار في الاخر بعد البوينت نقدر نشيلها. تمام. نفس النظام بقى هتعملها. تعالى مثلا نجرب دي مثلا هتبقى كام؟ عايزين الايكويفالنت يعني 100 وهنا 6. سوري 60. هنا بنزود صفر وهنا صفر، فدي بقت كام؟ 0.60. تعالى نشوف هل هي موجودة ولا لأ. اه فعلا طلعت موجودة. طبعا ممكن تلاقيها 0.60، ممكن تلاقيها 0.6. نفس النظام بقى، دي مش هقول عليها حاجة. تعالى مثلا نحل دي هنا equivalent للديسيمال. طب تعالى مثلا نجيب الديسيمال ده، والديسيمال ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 45 على 100. هل في هنا يا مستر 45 على 100؟ ايه ده؟ اه طلعت موجودة اهي. صح. على حسب اللي انت تشوف في الاختيارات، ملهاش طريقة ثابتة يعني، على حسب اللي انت ايه بتشوف في الاختيارات. فاكر ايه التنسز دي كانت equivalent لايه؟ طبعا ايه التنسز دي؟ طالما التنس لازقة في الايت فدي كده معناها ايه؟ 8 over 10. هل في ايه هنا 8 over 10؟ لا يا مستر مفيش. طيب دي معناها ايه؟ دي معناها 80 على 100. قلنا زود صفر وزود صفر فبقت 80 على 100. دي موجودة؟ اه يا مستر اهي. وطبعا لو حبينا نلعب بالزيادة ممكن ما كنتش تلاقي 80 over 10، 80 over 100، ممكن كنت تلاقيها 0.80 عادي جدا، على حسب يعني اللي انت هتلاقيه موجود. طيب 70 تنس دي معناها يا مستر 70 على 10. شوف الأول هل موجودة؟ لا يا مستر مفيش فراكشنز أصلا. طيب تعالى كده نحولها كديسيمال. نحولها ديسيمال ازاي؟ ده يا مستر اهي 70. تخيل ان البوينت بتاعتي هنا واحركها مرة بقت 7. هل في اصلا 7؟ ايه ده؟ اه طلعت موجوده بالصدفه. فبص، هي ملهاش طريقه، هي ملهاش طريقه يعني، فيها حرفيا مليون طريقه. عارف كمان كنت ممكن اعمل لك ايه؟ كنت ممكن اقول لك نخلي دي زيرو نخلي دي زيرو مثلا يعني. يعني بص، في مليون طريقه، في مليون طريقه. فانت يعني ايه، اشتغل مثلا وجرب امشي حته حته وشوف لغايه لما توصل يعني. ادينا اهو 70 تنس. ادينا اهو اللي خليناها 70 اوفر 10 وجربنا نحولها ديسيمال. طالما ان انا بصيت على الاختيارات لقيتهم ديسيمال، فخلاص فكرت ان انا ايه، احول ده للديسيمال. لقيتها ايه 7 بس خلاص.
فقلنا ايه؟ قلنا قد ال 70 اوفر 10، قلنا بنكتب ال 70 كلها كامله، وبتخيل ان البوينت هنا هنططها مره واحده بس. ليه؟ عشان هنا في 10، بس بقت ايه؟ بقت 7.0. هتقولي ما فيش مثلا 7.0، بس قلت لك يا حبيب قلبي طالما ان انا كاتب بوينت اي صفر في الاخر خالص بعد البوينت هشيله، هو اصلا مفيش غيره يعني، فهشيله عادي. ممكن يبقى ايه 7 بس. طيب 12 بيقول لك which of the following is not equivalent، مين مش مساوي للمنظر ده، يعني مين مش بيساوي المنظر ده. طيب اولا تعالى كده نجرب، هل 5 اوفر 10 مش بتساوي ده؟ لا، مثلا ممكن اشطب 0 واشطب 0، بقت 5 اوفر 10، بقت 5 ايه 5 اوفر 10، فخلاص. هل هي ده مش equivalent ده؟ لا يا مستر، دول equivalent لبعض. طب هل ده مش equivalent لده؟ لا يا مستر، ما هو ال 0.5 دي هي ال 5 اوفر 10، صح ولا لا؟ فبالتالي دول ايكويفالنت لبعض. يبقى هل المنظر ده مش ايكويفالنت لده؟ ما هو يا مستر اصلا ده بيساوي ده، طب وده برضو بيساوي ده، يبقى بالتالي ايه؟ الحته دي بتساوي هي الحته دي. تمام؟ انت واخد لي بالك؟ انت واخد لي بالك انا بقول لك ايه؟ ان الحته دي هي الحته دي، وفي نفس الوقت الحته دي هي الحته دي. يبقى اكيد منطقي بالعقل الحته دي برضو هي يا مستر الحته دي. فهل اختارها؟ لا يا مستر، هو عايز النوت ايكويفالنت، فمش هختارها. وعايز النوت ايكويفالنت. طيب بالنسبه لدي، طب ما هي يا مستر لسه قايلين من شويه، طب ما هي برضو المنظر ده هو المنظر ده بالظبط. ليه؟ ما هو انا ممكن اشرب الصفر ده، بقت كام 0.5، فخلاص دي هي دي هي دي هي دي. السؤال انا عارف انه بيلخبط، بس معلش لو متلخبط رجع الفيديو تاني. في الاخر خلاص ايه دي اللي اتبقت. لان فعلا لو انا جيت حولت المنظر ده في الاخر هيديني ايه؟ ادي هكتب ال 50، هتخيل ان البوينت هنا نططت مره نططت التانيه، بس وقفت هنا فبقت 0.50. هل ده هو ده؟ لا يا مستر، يبقى هو ده النوت ايكويفالنت. فكده الإجابة كام؟ طبعا الإجابة الدي. بس الحمد لله كده خلاص خلصنا، نبقى نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد الحصة الجاية. مع السلامة.